يا أول تعلموا. اهلا بكم يا جماعه في فيديو جديد في قناه قعدة عرب. النهارده هنعمل اول فيديو لينا هنا في القناه، عباره عن مواقف مرعبه بس بشكل كوميدي شويه هنشوفها في حياتنا. واللي هيبدا معانا يوسف. اول قصه معايا كنت مره الساعه 3 الفجر، كنت رايح اشرب ميه ماشي، فانا بشرب ببص من المطبخ كده لقيت ايه الاوضه بتاعتنا يعني ايه اللي بننام فيها وكده راس طالع منها ماشي. فانا اتخضيت قلت الراس دي ايه دي، والدنيا بقى كانت ضلمه، فايه قلت النور لقيت ايه طلع راس اخويا اصلا في الاخر. انا والله ايه اتصنمت في مكان قعدت اقول ايه ده راس مين اللي طلعت كده، فايه لقيته في الاخر اخويا. معلومه ان اخوه شعره كبير، فلما يبقى في الدوامه تتخيل الشكل مرعب هيبقى عامل ازاي يعني. يعني انا لو مكانه هروح اديه علقه. على الخضه اللي خضتها مين بقى؟ بص الموقف ده طبعا حصل في كل بيت وكل ما اعرفش. انا وانا صغير من النوع اللي كنت بخاف جدا قوي او من اي فيلم بقى في حياتي. انا كنت بخاف من فيلم كامل. تخيلوا بخاف من فيلم كامل. بخاف من فيلم كامل. ده مش بيخوف بيضحك كله بيضحك. المشكله انا شفته ايه بالنسخه القديمه بتاعته اللي هو كان كله والله برضه كله ايه اللي هو النسخه الرديئه بتاعته اللي هو كل حاجه الاضاءه قليله جدا. طلع اصلا هم مصورينه باضاءه عاليه بس الانتاج ما عرفش يعمل الاضاءه تمام. ما علينا اتفرجت على الفيلم ده بقى. ده يعتبر كان تاني فيلم اتفرج عليه من بعد فيلم جاكي اللي هو بترعب من حرف بترعب. فالمهم اتفرجت على الفيلم ده ونمت الساعه كام 12 بالليل زي ما بقول كده. نمت الساعه 12 صحيت امتى؟ الساعه 3. ساعتها بابا كان ساعتها فين؟ هو كل الحاجات اللي هو بتحصل 3 الفجر يعني مش والله ما بهزر والله مش فاكر بس هو كان ايوه ماشي من 3 ولا 4 قبل الفجر. انا ووالدتي كانت نايمه وابويا ما كانش موجود في البيت كان في الشغل. تمام. وانا ساعتها كنت لوحدي واختي كانت في مكان تاني عند خالتها. فانا طالع بعد فتره قبل ما انام رجعت الحمام. ايوه كمل. رحت الحمام. هو ايه بيضحك اكتر ما هو مرعب. هو مش مرعب اسمع هو مش مرعب. رحت الحمام تمام. كان كل وانا رايح قعدت ايه النور تمام. فلما رجعت لقيت الانوار قفلت. ليه بقى؟ لقيت النور بتاع تحت يعني انا لقيت النور لقيت احنا يعتبر دورين يعني شقتنا دورين. فاحنا كنا واصلين من فوق لتحت عشان لو مثلا حد قفل النور تحت نقوم قاعدين من فوق بدل ما حد ينزل ويطلع يقفلوا على طول. ده رعب ده بيدي الخوف. ايوه احنا دورين والدور اللي تحت عباره عن ايه بقى؟ كله دبابيس. 14 دبدوب في كل حته. وفين ثلاثه كده ضخم كده. واحد نمر والتاني قطه والتاني دب كده بس شكلهم وعينهم العين بتاعتهم زرقاء كده والله عينهم زرقاء. ايوه فلما تقفل النور بينام. ما علينا موقف تاني عامه يعني. فلما ما عرفتش فروحت على الحمام وقيت كل نور الحمام تمام. وقيت نور الصاله اللي هو جنب ايه الكوبس بتاع وانا كنت في اخر ايه الطرق. فلما قلت طبعا عملت اداء الطبيعه وبعدها طلعت. فانا قلت ان انا فجيت اجري طبعا اللي بيقفل النور يقوم جاي على طول. فجيت اجري فانا كنت لابس شاش الحمام نسيت اقلع. كنت الخوف اللي انا كنت خايفه جريت اجري تمام. وانا بجري وقفلت من اول ما جريت اجري فجاه طلعت خدت امسح. كمل يا عم. طب ايه الرعب في كده؟ انا مش فاهم. هو مش رعب عشان الصوت بس اللي ضحك يا باشا والله يا جماعه. حد بيتكلم كمل. فلما فكرت وجيت اجري لما جريت خلاص قربت على الاوضه اتزحلقت خدت الاوضه كلها زحف. ساعتها اقسم بالله كان ما نمت على الارض ساعتها. هم صحيت ساعتها بقى ولا زحف على الارض كده. قعدت تقول لي ما اعرفش ايه. قالوا بقى جه من الشغل كان جه الصبح الساعه 6 الصبح كده. جه وشالني ونام على السرير وبس. بس كده؟ هو ده رعب؟ هو مش رعب الموقف. مش كده هو انتوا رعب
يعني بالنسبه لي ساعتها ده كوميدي من غير رعب. بالنسبه لي كان ما دخلش ست الرعب في والله عمكي ما نامش بسبب الفيلم كمان والله. الفيلم كامل. الموقف ده يا جماعه حصل لي امبارح. امبارح لا والله. كان شكله بيفكر في الفيلم. كنت لسه صاحي من النوم، رحت قلبت ده الطبيعة. أنا بمشي مشوار طويل كده لحد الحمام. وأنا ماشي يعني إيه، أوضة مفتوحة جنبي، كان في كرسي في النص، حرفيا تخيلت واحد واقف عمال باصص لي. عملت عيني كده فتحت لقيت الكرسي، قلت الحمد لله. طبعا بقى لما انت طبعا تفكر في الرعب ولا حاجه بالليل دماغك ما بتسيبكش، لازم تتخيل كل حاجه. اي تهيسه تحسها رعب. ايوه تحسها كأنها حاجه. دماغك ما بتسيبكش الا لما ايه تجيب كل افلام الرعب في دماغك دلوقتي. تقعد مثلا تتخيل مثلا ان في عروسه هتقوم داخل عليك، مثلا انت لسه نايم على السرير بص على الباب، فجاه تلاقي دي اللي جاي، تحس ان العروسه داخله عليك وتقوم ماسكه كده بتشكل المهم يا جماعه لبيت لده الطريق، طلعت لسه داخل من النوم عشان اشرب ميه، لقيت حرفيا تخيلت كانت سجادة الصلاة على الكنبة، تخيلت ان في طفل صغير مشلول، رحت عملت كده ببص كويس لقيت السجادة، قلت الحمد لله تاني. طبعا شربت الميه واستعديت لأقوى انطلاقة هعملها، قفلت النور وطلعت ارجع على الأوضة بسرعة. استوطيت موت. ده اسرع قصه رعب. بس كان ايه انت قلنا عندك حاجه؟ ولا اي حاجة. انا عندي لسه كمان اكتر من حاجه طب احكي احكوا بقى. مش رعب قوي. الموقف ده خلى ابويا يزعل مني قوي قوي يعني. اتفرجت على حاجه فيلم اسمه فيلم الحساس. الفيلم ده عباره عن فيلم رعب، مش رعب يعني انت لو اتفرجت عليه دلوقتي تضحك حرفيا. ما علينا، كان في شخصيه معينه في الفيلم ده تمام. الشخصيه دي معينه كانت بتلف حاجه شبه الشاش كده على وشها تمام، بسبب انها اصلا ميته اصلا من زمان، الشام محروم يعني، او الشام محروم بسبب موقف وهي يعتبر ميته. فيلم خيال علمي شويه، مش خيال علمي، هو قرف حرفيا. فيلم يعني يتحط اسوأ افلام في التاريخ واسوأ فيلم رعب انا شفته في حياتي. طبعا يعني في افلام رعب اجنبي كنت الحمد لله لما ساعد لما بتفرج عليها تضحك تمام. كنت خايف ان الراجل الاستاذ ده بيطلع في يوم معين، هو بيطلع مدرب بشكل وحاجه مهمه. فانا بعد ما الفيلم خلص قلت بابا مش عارف انام. فما علينا يعني بعد ما الفيلم فتح على الفيلم وكنت خايف جدا، كنتش عارف انام. حطيت تراستر على المخده تمام، بس كنت خايف جدا. عيني راحت في النوم شويه بعد فتره، عيني راحت في النوم تمام. فانا والدي كان ساعتها حصل مشكله في العربيه بتاعته، نزل يصلحها، كان نزل 3 الفجر يصلحها. نزل يصلحها لما ابويا رايح نسي حاجه في جنبي، كان نسي تليفون، كان هيرن على مين؟ قريبه، هو قريبه بيفهم في العربيات شويه، هيجي يصلح ايه العربيه. ده الرعب كده يعني كان. يا ابني اسمع، مش الراجل ده انا بقول لك انا كنت خايف من ايه بقى؟ من الفيلم. فابويا وهو طالع يجيب التليفون من جنبي وشه عامل ازاي؟ مان ايه؟ نعم. فبابا مش سايب التليفون على الترابيزه، سايب التليفون على السرير جنبي. فجاي يمد ايده عشان ياخد السرير وانا يا ابني حد كلامك كنت ياخد التليفون وانا عامل كده، ناخد التليفون فجاه كده. اول ما بصيت في وشه صوت، صحيت البيت كله. ابويا فجاه ابويا التليفون بتاعه وقع من على السرير، والله وقع من على السرير. ساعتها كان بابا جايب تليفون جديد يعني بسبب ان التليفون قبل كده اتكسر، بسبب برضه جايب تليفون جديد. فجاه انا قلت انت ازاي؟ وقعدت اصور وبابا زي بس انا بس يا جدع يا جدع حرام الضرب ده كتير. فكرت الساس وماسك كده انا نمت تاني، انا ما صحيتش بقى تاني يوم بصراحه، بس الحمد لله التليفون جاب بس بتاع سكرين، بس الحمد لله ما ضربنيش. شوف بقى هتتكلم بقى. افتكرت. فلما كنت بقى صغيره كده كنت قاعد على الكنبه بره بتاعت الصالون ماشي، فببص الحمام طلع منه ايد خضراء مليانه دم وحياه ربنا. ما اعرفش. استنى بس هو الايد خضراء وكلها دم، خضراء واحمر،
مفيش حاجه اسمها لا هي بقى كانت ايد خضرا من 13 كانها بالدم ومتوسخه كده ماشي، طلعت من الحمام وبتعمل لي كانها تعالى كده ماشي، دخلت تاني فلسه صغير كنتش فاهم فايه، رحت لها ببص في الحمام ما لقيتش فيه حاجه حرفيا، رجعت وكملت لعب تاني على التابلت. لما بقى كبرت وكده استوعبت انا قلت هو ايه الايد الخضرا ديت، فهمت بقى انا مش عارف ده ايه ده لغايه دلوقتي. طب تقول انا فهمت بقى بس يعني انت فهمت ولا ما فهمتش؟ لا انا لغايه دلوقتي بقى يعني ايه، لما كنت صغير شفت المنظر دوت ما كنتش فاهم ده ايه، فعديته من غير ما اصرخ ولا اي حاجه، لكن دلوقتي مستغرب الموقف اللي حصل لي. بالعكس ممكن انت صغير تصوت وتلم عليك يا ابني انا بقى كنت صغير فشفت مش فاهم حاجه فكملت تاني محسوب. فكرك كرتون. ايوه لكن دلوقتي انا مستغرب اللي انا شفته دوت. تخيل يا نهار ابيض ممكن يكون حد قتل حد عندهم. انا بقول لك ببص في الحمام ما لقيتش حد. كويس دكتور بس يا ابني ايده كبيره، ايده غليظه كبيره ولا غلط؟ والله يبقى غلط. وعليه دم بس ايه ببص في الحمام ما لقيتش حد. قبل ما ساعتها اتفرجت على فيلم هانكو مثلا. لا ما كانش نزل تقريبا فيلم ماركوس. انا مش حاجه انا لو شفت الموضوع ده انا مش حاجه مش حاجه قصدي دي مش حاجه مش بس حاجات تقتلك حرفيا انت مثلا تبص والله حاجه قصه حقيقيه والله والمصحف بص انت اكيد خير لان ده ما حصلش بس تخيل بكل ثانيه مش لمده مثلا دقيقه ايه تطلع وتعمل لي كده وتخش تاني فايه اطلع اشوف ما الاقيش حد. يعني هم كانوا بيقولوا لك تعالى يعني انت كنت معانا اصلا يعني شوف كنا هنقوم حفله وبكده يا جماعه احنا شايفين النهارده يا عم راح يا عم على الناس خضتهم راح ويكون ده اخر الفيديو كمل خلاص انا اسف هياكلني مش هتحكي قصتين. لا انا احكي قصه واحده ماشي انا بقول لهم بالراحه مش هجيب كده يا جماعه ده اخر الفيديو النهارده. لو حابين قصص ثانيه قولوا في التعليقات. قصه ثانيه ايه؟ مفيش حاجه اسمها قصه ثانيه خلاص المره الجايه يبقى موقف جديده مفيش حاجه اسمها رعب. لو حبينا احنا باذن الله يعني لو حبيتوا قصدي حبيتوا انتوا باذن الله تعملوا بس احنا نعمل مواقف ثانيه يعني ممكن كمان شهر كمان شهرين كده نكون عاملين جزء ثاني من هذا يعني من دي المواقف. ممكن نعمل تحديات مثلا منافسه ما بيننا جيمنج. لا دي حاجه بعدين ولا هيكون هذا الفيديو بس قبل ما ننهي الفيديو لازم اهم حاجه تعملوا لايك وشير استنى يا عم انت مش اتفقنا لايك سبسكرايب وشير وسلام. ما اشربش الشاي اشرب ليه يا ده؟ هو مالي صدق يخرب بيت دي خامس مرة عندي حركة قدام بص بقى يا ريتني ما عملت ده بقى ده